انت كيف قهوه، فانت محظوظ جدا ان الفيديو ده جه قدامك. وش حلو، كريمه حلوه، قوام حلو، وفي نفس الوقت الطعم كريمي جدا، وفي نفس الوقت كوست التكلفه قليل. تعال اما اقول لك حللنا المعادله دي ازاي. خدنا 100 جرام من البن الاندونيسي، ده هيدينا الطعم المصري وفي نفس الوقت نسبه الحموضه فيه متوسطه، فهيدينا الطعم المصري وفي نفس الوقت هندريه في الاخر بانواع البن اللي هنضيفها. 50 جرام من البن الفيتنامي، وده هيظبط لنا الوش وهيخلي الوش حلو جدا، وفي نفس الوقت القوام مش هيصيص منك طول ما التوليفه فيها فيتنامي. هناخد كمان ايه 175 جرام من البن الهندي الروبستا، وده هنتقل بيه الكثافه اكتر وهنزود بيه القوام اكتر، ففي نفس الوقت الوش هيطلع جامد جدا والقوام حلو قوي. هنروح بقى للطعم بتاعنا، هناخده من 50 جرام من البن الهندي الارابيكا، وده هيدي له طعم مايل للشوكليت شويه، لان الهند الارابيكا في الوسط بيدينا طعم الشوكليت. 175 جرام من البن الحبشي، ودول هيظبطوا الريحه قوي 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 قوي، وهيظبطوا الكريمه بتاعتنا. 100 جرام من البن البرازيلي هيتقل القهوه اكتر وهيدينا كريمه اكتر. كده احنا عملنا كل حاجه في التوليفه. والفيتنامي هيدينا ايه الكافيين. 10 جرام من الحبان و10 جرام من بذور الحبان، شويه ورد خفاف، وواحده جوز الطيب، وانت كده عملت قهوه بيرفكت. عودين من الجينسنج لو انت عايز تروح بيها الجيم، او عايز حاجه تديك طاقه وانت لسه صاحي من النوم. قلب الكلام ده كله واقفل محلك، عشان بجد التوليفه ديت هتقلب المحل عندك. وبجد ريحتها حلوه جدا، قوامها حلو، كافيينها حلو جدا، طعمها حلو، وفي نفس الوقت السعر بتاعها حلو جدا. وما تنساش لو انت مش متابعني، فانا علاء فوده بقدم محتوى عن القهوه، فكده كده لو بتحب القهوه